we play good, but unfortunately we didn't win, and it's not because the players not performing. تصريح مثير من مدرب المنتخب الإماراتي يفاجئ المنتخب الجزائري بعد فوزه على الإمارات ويصدم الملايين. لن تصدقوا ماذا قال، ولكن قبل أن نبدأ، إن كنت فخوراً بتأهل المنتخب الجزائري فلا تنسى الإعجاب بالفيديو وأن تعطر فمك بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. فاز المنتخب الجزائري على الإمارات واحتل صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط، ليؤكد مرة أخرى أنه قوة لا يستهان بها في أي بطولة. فاللاعبون يسعون لإثبات أنهم ليسوا فقط حاملي اللقب، بل حراس العزة والكرامة. الإعلام، المدربون، وحتى الخصوم كلهم يعرفون أن الجزائر لن تترك أي فرصة، وأنها قادمة لتفرض سيطرتها وتثبت مرة أخرى أن لقب كأس العرب لن يخرج من بين يديها بسهولة. بعد نهاية هذه المباراة الحماسية، صرح مدرب المنتخب الإماراتي أولاريو كوزمين خلال المؤتمر الصحفي اليوم، قال: لن أخفي الحقيقة، ما حدث اليوم مع فوز الجزائر على الإمارات وصدارة مجموعتها كان بالنسبة لنا السيناريو الأكثر قسوة. كنت أريد مواجهة أي منتخب في ربع النهائي، أي منتخب استثناء الجزائر. عندما ترى منتخبا مثل الجزائر، منتخبا حاملا للقب، يلعب بهذا الإيقاع وبهذه الصلابة، أعرف أن المواجهة معه تختلف عن أي فريق آخر. الجزائر اليوم ليست مجرد منتخب، بل قوة بدنية وتكتيكية وروح قتالية يصعب التعامل معها. لم يتركوا لنا أي مساحة، قد سيطروا على الإيقاع. الجزائر دخلت البطولة بثقة كحاملة للقب، وتلعب وكأنها تريد أن تثبت للعالم أنها الأحق، وأن كأس العرب يجب أن تبقى في الجزائر. بصراحة، لما تدرس المنتخب الجزائري تكتشف أنك تواجه فريقا لديه شخصية بطل، لديه طموح، لديه تنظيم، لديه شيء لا يدرس في أي أكاديمية: الروح الجزائرية. وهذه الروح هي أصعب ما قد يواجهه أي مدرب. لقد قلت للجهاز الفني منذ الآن: نحن سنواجه أحد أصعب المنتخبات في البطولة، ويجب أن نكون جاهزين. تابع قائلا: كل مباراة يخوضها منتخب الجزائر يظهر فيها بقوة. أي خصم يحاول مواجهته سيجد نفسه أمام آلة كروية متكاملة لا تعرف الرحمة. الجزائر اليوم تظهر أنها تتجاوز كل الحدود لتترك بصمتها بوضوح. اختتم المدرب حديثه قائلا: أي فريق سيواجه الجزائر الآن عليه أن يكون مستعدا لمواجهة قوة لا مثيل لها. الجزائر اليوم لم تحقق فوزا فقط، بل وجهت رسالة واضحة إلى جميع المنتخبات: تعلموا من هذه المباراة وراجعوا أنفسكم وافهموا نقاط قوتكم وضعفكم، وفي النهاية شاركونا آراءكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.